الاستمراريه زي الحضري نجم، استمراريه زي الجمعه نجم، زي متعب نجم، زي تريكا نجم. دي اللي الناس عندها استمراريه. محمد شوقي استمروا 4 5 6 7 سنين في الدوري، انما ده لسه لعب له 3 شهور بقى لك هداف الدوري ونجم. عمل كده. أي. استمراريه يا نجم. اسمه إيه ده؟ الهاف رايت بتاع النادي الاهلي المصاب ده، والله ناسي اسمه والله. قال لك هيلعب على زيزو في المنتخب، لعيب جامد جدا. بقى له 3 شهور ما شفناهوش، وقع عمل كده هو كمان. حسن سالم سعيد لطفي ما يروح بيحسوني انه انيستا. مش فاهم. احسن مدرب مسك امين غارب، الله يخليك ابو علي. زملكاوي افتخر اتهام بورسعيد. احلى بلد في الدنيا بورسعيد دي، والمصحف الشريف. انا كنت بروح كل اسبوع بورسعيد يا جماعه، اكل سمك واقعد مع اصحابي هناك، ابو الشمله كانوا مجلس اداره، حاج ياسر يحيى. احلى ايام كنت بروحها دي، وان شاء الله هروح تاني عشان انا بعشق البلد دي والله. اسامه حسن الزغبي منور النجم حبيبي واسقس. تقريبا لا قدر الله ايه هزيمه او تعادل جلوس هيمشي. لا طبعا ما ينفعش الكلام ده. ده يبقوا متخلفين لو مشوه، اللي مشوه دول يبقوا متخلفين. ما ينفعش يمشي دلوقتي خالص خالص. مش لاك قاعد ولا ماشي قاعد. يا نجم انت كلامك صح مليون المية. تسلم يا علي. اسلام حضرتك صوت الزملكاويه اللي انت شايفه صح، انا مقتنع بكلامك ودايما اكون في ظهرك حبيبي يا اسلام. جروس ما عندوش فكره. طارق مصطفى الحل. طارق مصطفى دوري كبير طبعا بس مش دلوقتي. مش عايزين احنا المدربين بتوعنا يا جماعه. عندنا مؤمن سليمان جامد، وعندنا اسامه نبيه جامد، وعندنا طارق سليمان جامد، طارق مصطفى. مش عايزين نحرمهم دلوقتي يا جماعه. سمسم ابو السماسم مش لاقي مكمل ولا في الارض. مش لاك. زيزو هل زيزو وقع الاهلي؟ اعتقد لا، بنسبه كبيره. ما انا قلت خليه متحفظ احسن. نظف البث من القطيع يا عم. هم مش لازم دول يا جوب. عم المجال تسلم يا ابراهيم. انا راجع بالقران. تسلم يا حمو. زيزو مش هيجدد لا. يا ابو محمد ازيك يا كابتن اسامه. بص انت جامد من يومك ابن اصول، ربنا يخليك يا رب يا ابو محمد. منور ريك. تسلم يا ولش. مش تطلع بمجدي عبد الغني تاني يا كابتن؟ لا انا عادي خلص في قناه الشمس، فلسه ممكن بقى اجدد في حاجه. يعني عايز اخد القرار فيها بالي يومين ومتردد يعني، لسه مش هستخير ربنا يعني فيها. واخد هدنه كده شويه الحمد لله يعني. لا ارجع تاني قناه الشمس واجدد فيها طبعا. مدام سميره الدغيدي دي حاجه، دي اختي الكبيره انا بحبها يعني، ست محترمه وست صاحبه فضل عليا يعني. بس هي عايز هدنه كده افكر شويه مع نفسي يعني. كان ميكال انسب من جروس بكتير طبعا يا سعيد، بس مش وقته اساعد. يا نهار مش معدي لو وقع الاهلي دي هتبقى خراب على الكل طبعا. يا جماعه اخر حاجه هفنش بيها بزيزو يعني. انا المره 600 بقولها، انك تكسب بطوله ده ناس زي يكسب بطوله وتخسر بطوله عادي، احنا عادي. انما لما تلاقي وانا ماسك الزمالك في البراعم زياده عن 220 لاعب عايزين يلبسوا 25، تروح الاختبارات في كل المحافظات كله بيلبس 25. الشعبيه دي مش بفلوس. طب هل بقى هو بقى الانسان ده بقى عمل ايه؟ نجم طبعا. 5 سنين مفيش مشكله حصلت معاه. اللي جنبه بيلعب 10 مليون وهو بياخد مليون مفيش مشكله. ابو طيب بياخد 100 مليون ويوسف بياخد 15 مليون مفيش مشكله. هل لما يجي يطلب بحقه وتعبه ولسه هيديك تاني وهو بيلعب في نجم منتخب مصر واحسن لاعب في افريقيا بيطلب بحقه، احنا نرميه ونبيعه؟ مش هنسمح حد يبيعه ولا حد يرميه. مش هنسمح بكده والله العظيم. والان بينا بصراحه الوحيد اللي بيخلي انه يسكت هيبقى علوه. في احتمال يجدد زي ولا لا؟ صعب صعب يا جابر. السعيد وعسل يا كابتن اسامه. السعيد بقى تسلم يا سعده. كابتن اسامه انت مظبطهم معاش يا مالك حبيبي يا هن. بحبك يا اسس وانت راجل جدع زي حبيبي محمد كمال. محمد ممدوح. بس هو لازم يتنازل شويه واخد 70 يا محمد. ده بن شرقي دافع له 3.5 مليون دولار. تريزيجيه هيكتبوا له نص ارض الجزيره. زيزو بقى مش اقل من دول يا جماعه، ده اعلى منهم كمان يعني. ما هو تريزيجيه الكيرف بتاعه من انجلترا عمال ينزل كده، اللي ياخد المبلغ ده كله يعني. الكيرف عمال يعمل تريزيجيه كده. ايه رايك احمد عيد واسامه فيصل وطارق وحمدي علاء واللعيبه اللي تمشي دي؟ طارق لا دي كارثه يا طارق. انا اتكلمت على اسامه فيصل ده لعيب عالمي، وحمدي علاء لعيب عالمي طبعا، وماجد هنا لعيبه جامده الولادي دول. دي كارثه. دي كارثه بمعنى كلمه كارثه يعني. زيزو يستحق طبعا يستحق. شيكا فين ابو كباتن؟ والله ما اعرف شيكا فين. ما اعرفش شيكا مستخبي ليه مع عيني دلوقتي يا شيكا. وقت تطلع وتتكلم مع الجماهير وتعمل لايفات وتقعد مع اللعيبه وتجمع اللعيبه، ده وقتك يا شيكا. منور الدنيا كلها.
ما خلي بالك ايه. طب وبعدين سمير والله ما اعرف. الجبالي بيقول انك موقوف من القناه. طب ما تخلي الجبالي تطلع القرار وقف. انا اهلاوي بحبك. تسلم يا ابو علي. كابتن اسامه تحياتي لك، اشجع رياضي بحب. لازم نساعد الفريق الفتره القادمه. السعيد حاضر. بحبك يا احلى زملكاوي. محمد تسلم يا حمو. معلش لسه داخل بس في اخبار عن لاعب كوت ديفوار. لسه ادينا بنشوف. خلي بالك كره القدم كده متغيرات في ثانيه. ممكن تروح تخلص لعيب يجي لك لعيب تالت خلصه وترمي ده، مع انك خلصت معاه خلاص، والاعلام ولا مالك خلاص وهيجدد في الاخر تروح نادي تاني. يعني زي رمضان صبحي كده بقالنا سنتين عايزين نجيبه. يا جماعه الخير، يا جماعه الخير، رمضان صبحي النادي اللي عمله اللي خيره عليه باعه عشان خاطر الفلوس. هيجي لك انت واحد بياخد 20 و25 مليون في السنه في بيراميدز، ولا 30 مليون كمان يعني في بيراميدز، هيجي لك يعمل بيك ايه؟ اذا كان ملوش في الخير في اللي عمله النادي اللي عمله وخلاه رمضان صبحي وخلاه ليه قيمه في المجتمع، قال له عايز فلوس لا سيبكم وامشي. هيجي لك انت الزمالك فكوكم رمضان صبحي يا جماعه بقى. حتى الريتم بتاعه واحد بيلعب ماتشين كل 20 سنه مش هينفعنا. هي صفقه كده بس وخلاص. نقعد نكايد فيهم. خدنا رمضان ورمضان في المدرجات واحنا نتغلب في الاخر ويديله فلوس قد كده مش هيلعب لنا بشالين. رمضان مين بس يا جماعه؟ وطارق حامد كان في ايديكم. طارق حامد كان في ايديكم والموضوع كان خلصان. خليني ساكت. خليني ساكت وربنا خليني ساكت. حاجات عمال على الواتس. خليني ساكت والله. طارق حامد كان في مينت كنا عايزينه ده جوه الملعب وبره الملعب، ده اللي هيفرق مع الاثنين ده. بصوا يا جماعه احكي لكم اخر موقف اخير يعني عشان تعرفوا بس الكباتن نادي الزمالك الحقيقيين يعني. ماتش السوبر المصري لما كسبنا الاهلي في الامارات ضربات الجزاء، طارق حامد واللعيبه كلها بتفرح، لقيت مصطفى فتحي ما بيفرحش. فبقول له كنت في الملعب عشان عمال اهرج مع ابو جبل وهرج مع كله وش كمال وكله. فبقول له فيها مصطفى، قال لي سيبني عشان متضايق شويه. فرحت لطارق وفي وسط الفرح بص بقى الكباتن التقال عشان تعرف قيمه نادي الزمالك كان بياخد بطولات ازاي. خد طارق حامد خدني الدوري وافريقيا، تعرف اللعيب التقيل ازاي. بقول له طارق مصطفى زعلان مصطفى فتحي وكده. يزعل ولا تزعل حسابنا في الاوضه، احنا بنفرح دلوقتي. عايز يزعل يخش الاوضه. لعيب تاني بقى يحتطب عليه يلا مصطفى نفرح. طارق حامد راجل ازاي؟ اللي عايز يزعل يتفرق، اللي عايز يفرح اهلا وسهلا. ده النجم وده الكابتن الحقيقي لنادي الزمالك طارق حامد. اشوفكم على خير يا جماعه يوم 22 ان شاء الله. هفضل معاكم يوم 22 نفكر بعض، ولا لجنه الكترونيه ولا الاوراني جمال اوراني ولا حد يخش بينا يا جماعه، ولا حد يعمل اي حاجه خالص بينا. وانا حافظهم واي لعيبه هيطلعوها هطلع اعدلهم واكدبهم على طول لغايه يوم 22. ربنا يكرمنا ان شاء الله. اشوفكم على خير يا رجاله. السلام عليكم.